النجم أحمد عز في الآسة في وكالة ناسا. أنا كنت ماشي في حالي ومركز مع كوكب عالي، والحجر ده فجأة جالي، هنكت بلمت تنحت وانا قلت خلاص مش اشكالية، انا هدرس طبيعته الصخرية وهي حتى تكون خدمة وطنية، وشطحت سرحت فارتحت. الآسة في وكالة ناسا، الآسة في وكالة ناسا. بطولة النجم صلاح عبد الله، إيمان العاصي، سعيد طرابيك، عايدة رياض، محمود البزاوي، نادين سبع، وطارق الإبياري. نفسي بس العالم كله ده يفهمني ويقدرني، بدل ما كل الناس بتحاول ده يقطمني ودي تكسرني. نفسي بس العالم كله ده يفهمني ويقدرني، بدل ما كل الناس بتحاول ده يقطمني ودي تكسرني. تأليف محمود البزاوي، أغاني رشا البنا، ألحان هاني النبيل، توزيع خالد نبيل، إنتاج رايت ماركتينج. أيوة أنا اسمي حسن الآسة، وصلت بيك وكالة ناسا، مع إن قابلتني غلاسة، فرحت ونجحت وفلحت. أيوة أنا اسمي حسن الآسة، وصلت بيك وكالة ناسا، مع إن قابلتني غلاسة، فرحت ونجحت وفلحت. أنا كنت ماشي في حالي، ماشي في حالي، ماشي في حالي. الآسة في وكالة ناسا، الآسة في وكالة ناسا. الآسة في وكالة ناسا، إخراج عبد المقصود محمد. الو، ايوه، مين معايا؟ انا حسن والقاسة. اهلا، ازيك يا عبقري؟ التارية بس اقول لك على حاجه بقى، هي دي الحاجه الوحيده اللي انا متاكد منها، اللي هي ايه؟ اني عبقري. ولو ما كنتش عبقري ما كنتش قدرت اسمع مكالمتك مع الراجل بتاعك اللي انت بعته ورايا في وادي الجمر. الراجل بتاعي مين؟ مين الراجل؟ ابو جيم كتير. جبران. يا بدوي صباحك مطعم بظهر القرنفل والياسمين. قرنفل ايه وياسمين ايه؟ ما بك يا سيادة الناظر؟ صاحبك فين؟ مين؟ حسن الآسة. لا أعرف عنه شيئا منذ كان معي آخر مرة. اتصرف وقلب لي الدنيا وهاتهولي في ايدك. خيرا يا سعادة الناظر. ناس جم سألوني عليه وعاوزينه ضروري. ناس مين؟ شكلهم عليهم يعني هبة كده، وزي ما يكونوا حاجة مهمة أوي في البلد. طب لو هم حاجة مهمة في البلد ما هم هيعرفوا يوصلوا له لو عاوزينه. ما قالوا لكش حاجة تانية؟ قال ايه؟ حسن الآسة عنده ميعاد مع مندوب وكالة ناسا. صحيح يا جلال اللي انا سمعته ده؟ ايه اللي انت سمعتيه؟ ان في مندوب من وكالة ناسا منتظره في مصر وعايز يقابله. ايوه، اخويا العبقري. طب انا عاوزة اقابله. مش لما نبقى نلاقيه؟ انا بقى هعرف الاقيه. ايدي على كتفك. لا، لو بتغيري ايدي على ايدك. انت عارف لو ارتبط اسمي باسم واحد زي حسن والآسة ده هيحصل ايه؟ هيحصل ايه؟ الإعلام والقنوات الفضائية العربية والعالمية هيطردوني عشان يعرفوا حسن والآسة من خلالي طبعا، وافتكر ان دي اكبر دعاية للألبوم، خصوصا لو كان هو اللي كاتب كل اغانيها. يا ست الكل ده ما كتبش غير غنوة واحدة في الألبوم. انا هلاقيه وهخليه كمل الألبوم كله. الله، سبحان الله. وهتقابليه ازاي والحكومة نفسها مش عارفة توصل له؟ انا بقى اللي هعرف. ازاي بس؟ فهميني. نهدى يا جماعة. 5 4 3 2 1، احنا على الهوا، اتفضلوا. أعزائي المشاهدين، احنا دايما وأبدا مع الخبر ووراء الخبر. قدر فريق البرنامج يوصل للسبق الإعلامي اللي كل المحطات والجرايد بيتسابقوا عليه. كلنا سمعنا طبعا عن حسن والآسة واللي رشحته وكالة ناسا لأنه يكون أول رائد فضاء يحط رجله على سطح المريخ، ولأننا ما قدرناش نوصل لحسن لكن قدرنا نوصل لأقرب الناس إليه، الفنانة الشهيرة مطربة الشباب مهرة،
ودلوقتي هنعرف منها إيه صلة القرابة اللي بينها وبين حسن قلقاسة. خطيبي. قلقاسة في وكالة ناسا. قلقاسة في وكالة ناسا. والله كده يعني يا ريت تكون فهمتني يا جبران. فهمتك يا أستاذ حسن. طب هو ليه بقى عاوز يبعدني عن وادي القمر؟ بقول لك إيه، لو قطعت رقبتي مش هقول لك، وكل اللي أقدر أقوله لك إني معاك في أي حاجة تفكر فيها، ويا ريت تعمل اللي قلت لي عليه. اللي هو ايه؟ تقدم طلب لبتوع البحث العلمي يدوك الكركسكوب ده. كركسكوب؟ يعني انت الجيم عندك تبقى تمام والكاف لأ، اسمه تلسكوب. سامع اللي أنا سامعه؟ ايه ده؟ انا مش بس سامع، ده انا سامع وشايف. أنا سامع صوت طيارة. وانا شايفها. كيف شايفها وهي لسه ما ظهرت في السماء؟ ايه. طب اجري من هنا. ليه؟ حكاية ان طيارة توصل المكان ده حكاية جديدة. وايه الجديد فيها يا عم جبران؟ ممكن يكون يوسف باعتهم. اجري يا حسن. وانا مش هجري يا عم جبران، واذا كان يوسف باعتهم انا بقى عاوز اواجه اللي باعتهم سي يوسف دول. يا جبران يا جبران. انت مين وبتعمل ايه هنا؟ والله انتوا اللي جايين عليا. انت ما تعرفش ان المنطقة محظور دخولها لأي انسان، وعلشان تدخل المنطقة دي لازم يكون معاك تصريح. تصريح من مين؟ من سكان الوادي؟ بقول لكم ايه، يا ريت ترجعوا من مطرح ما جيتوا وتقولوا ليوسف فيه الجيار يبعد عن طريقي. وانت مين؟ انا حسن قلقاسة. احنا جايين علشانك انت. اتفضل معانا. اتفضل فين؟ اعتبر دي اوامر، ويلا من غير اي حركة وبهدوء. احنا عاوزينك سليم وبعقلك. انتوا مين؟ جهة مهمة جدا في البلد، هتعرف لما تيجي معانا. لا انا مش جاي. مفيش حاجة اسمها مش جاي، احنا عندنا اوامر اننا ما نرجعش غير بيك. اتفضل. دي معلومة جديدة يا حسن. اي معلومة يا يحيى بيه؟ معلومة ان مهرة مطربة الشباب تبقى خطيبتك؟ لان اللي قالته الست مهرة ده افتراء وملوش اي علاقة بالحقيقة ولا بالمنطق، وكل اللي بتعمله ده ملوش غير تفسير واحد بس. اللي هو ايه؟ محاولة عشوائية لتشتيتي وسحب ذهني وعقلي العلمي لقضايا تافهة وسطحية. كويس انك عارف كده يا حسن. ايوه بس حضرتك انا مش دايما بنجح في القضايا التافهة والسطحية دي، لان انا عندي اللي يشغلني عن كل التفاهات دي. لازم تبقى عارف يا حسن ان من يوم ما اعلنوا اسمك وترشيحك وانت بقيت قدوة لشباب كتير. ايوه بس انا يعني في حاجة كده عاملة لي ازعاج ذهني. هي ايه؟ اني للأسف مش فاهم، وانا لما ببقى مش فاهم بتوتر وتتشد اعصابي جدا. عاوز تفهم ايه يا حسن؟ هو في ايه؟ وترشحت في ايه؟ واعلنوا اسمي في ايه؟ جرى ايه يا حسن؟ انت نسيت انك اتقدمت بطلب عن طريق الانترنت للاشتراك في مسابقة وكالة ناسا؟ ايه؟ انا؟ ووكالة ناسا؟ لا للأسف أنا ما عنديش أي فكرة عن الموضوع ده. لا بقول لك إيه، إحنا ما بنهرجش يا حسن. يعني إيه ما عندكش فكرة؟ وأنا بهرج في ناسا؟ صدقني أنا ما عنديش فكرة، ويا ريت حضرتك بقى تديني فكرة. ما تجننيش يا قلقاسة. حضرتك للأسف اللي هتجنني. إيش جاب حسن قلقاسة لوكالة ناسا؟ طب أقدر أفهم إيه نوع المسابقة اللي أنا اتقدمت ليها؟ أنت قدمت طلب على الإنترنت لمسابقة اختيار رواد الفضاء. رواد فضاء؟ يا نهار ابيض، ما حصلش. يعني ايه ما حصلش؟ يعني انا اتمنى انه يكون حصل بالفعل، لكن والله ما حصل. انت بتتكلم جد ولا بتهزر؟ ولا عندي اي فكرة. والايميل ده مش بتاعك؟ فرافيرو ده كلام برضو. لا طبعا مش بتاعي. امال انت ايميلك ايه؟ معروفة جدا، hasan.ulasa@hotmail.com. يعني ما فيش فرافيرو؟ وعشان انا غاوي فضاء خارجي وسطح المريخ يبقى ايميلي يكون فرافيرو؟ يعني الايميل ده مش بتاعك؟ معرفوش والله معرفه. ثم ايه يعني الحقيقة المادية اللي خلت حضرتك تقول انه بتاعي؟ لان حسن قلقاسة اتقدم بطلب من خلاله لوكالة ناسا. يعني اعمل لك اشقلب لك؟ يعني ما حصلش. امال فرافيرو ده يبقى ايميل مين؟ قلقاسة في وكالة ناسا. قلقاسة في وكالة ناسا. يا رامي، انت ولد يا رامي. ما احنا كبرنا على حكايه يا ولد يا رامي دي، ولا حضرتك مش شايف الشنب اللي بدأ يطلع لي في وشي؟ طيب يا رامي بيه. افندم يا يوسف بيه. مين اللي جوه في الصالون دول؟
بصراحه ما اعرفش. يعني ايه مش عارف؟ ازاي في ناس تدخل الفيلا ويقعدوا مع اختك وانت ما تعرفش بيقولوا ايه؟ عادي يعني. انت مش راجل البيت في غيابي. حاولت اعرف. وبعدين ما عرفتش. يعني ايه؟ يعني البيت ده بيت حضرتك، ولو كانوا مضايقينك ولا حاجه ادخل اسالهم بنفسك انتوا مين وعاوزين ايه، ولو مش عاجبينك اطردهم. يعني ايه يا ابو الرجاله؟ يعني ما سمعتش بيتكلموا في ايه؟ بيقولوا ايه؟ لا سمعت طبعا. ها ايه بقى؟ بيقولوا فرافيرو. فرافيرو؟ farafiro@hotmail.com هو ده فعلا الايميل بتاعي. ويا ترى اقدر اعرف ايه العلاقه اللي بينك وبين حسن والقاسة عشان تراسلي وكاله نسب اسمه؟ خطيبي. هو في ايه بالظبط؟ هو في حاجه غلط؟ لا مش غلط، بس اللي هيجنني ان واحد زي والقاسة معروف عنه انه مش فاضي غير للعلم والطبيعه الصخريه لسطح المريخ يوم يروح ويخطب 2 في وقت واحد. يخطب 2؟ 2 مين سعادتك؟ حضرتك؟ هو انا محسوبه ب2 يعني؟ لا 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 لا، في واحده تانية، الفنانه مهرة. مهرة؟ يا منيرة، يا منيرة، جرالك ايه يا جلال؟ في ايه؟ هو في ايه بره؟ ومين الناس اللي داخلين طالعين علينا دول؟ سلامة الشوف والحس. انت غريبة، وانا ما اسالكيش في حاجة الا لما تقعدي تأنبيني. مين دول بقولك؟ بص يا اخويا من الشباك وانت تعرف. يا نهار مكهرب، هما كمان محاصرين البيت ليه؟ مين عمل ايه في مين؟ وجايين طالبين يقبضوا على مين؟ هو الامن ما ينفعش غير في القبض وبس، ما ينفعش للحماية. حماية مين؟ اخوه. ماله اخويا؟ ماله؟ عمل ايه؟ هما ايه؟ رشحوا له الوزارة؟ لو انت السادة هيطلع المريخ. الله، هي حكاية بجد ولا ايه؟ دي الظاهر بجد يا بنت الحيسي، وهو لو كان هيطلع المريخ يقوموا يحاصروا بيته بالشكل ده. درينك في صحتك يا مهرة، يا نجمة المستقبل، يا وش السعد، يا قدم الخير، الله، يا كنز الفلوس اللي هيمطر علينا الرزم. اشربي اشربي، ده لسعته خفيفة. لا انا مش هشرب. ليه كده زعلتيني؟ بطلت. من وقت اكلوك كده يعني؟ من امتى؟ من ساعة ما عرفت حسن. شفت ازاي سد نفسك؟ خدي عليه مزة، جايز نفسك تتفتح له. ما انا بشرب اهو عادي، من يوم ما عرفتك وانا بشرب، ومن يوم ما عرفت حسن وانا بشرب، ولا هبطل اشرب ولا هبطل حسن. لا انا اخدت عهد على نفسي اني ما اشربش مادام اسمي هيرتبط باسم حسن والقاسة، يبقى لازم التزم. وانت عارف ازمتي كلها في حياتي هموت وابقى مطربة محترمة. ده انت اخر احترام، واظن مفيش احترام اكتر من ان اسمك يرتبط باسم نجم الموسم وكل موسم حسن والقاسة. عشان كده بفكر اعمل لوك جديد عشان يتناسب مع المرحلة اللي جاية. ويا ترى شكله ايه بقى اللوك الجديد ده؟ انا اقول لك اللي يتناسب مع نجم زي حسن والقاسة ده انك تضربي وشم في الكوع ونضارة شيك. لا مش هعمل حاجة من غير ما اخد رأي حسن فيها. حقك 100%، حقك 100%. مش بقى خطيبك، بس في مشكلة. ايه هي؟ افرضي طقت في دماغه او حد طلع لنا من تحت الارض فطامه على الليلة دي ويقول له حقك في المرمى دي يا حسن. مرمة ايه يا استاذ شوقي؟ ايه، اصحي ويك قبة. مش شايفة الناس والمحطات والجرايد عاملين فيكوا ايه من ساعة ما عرفوا علاقتك بيه، علاقتك برائد الفضاء حسن والقاسة؟ بصي شوفي الجرايد كاتبة ايه. مهرة مطربة الشباب تتزوج من حسن والقاسة وهيقضوا شهر العسل في المريخ. مندوب وكالة ناسا حسن والقاسة يتزوج من مطربة الشباب مهرة. كاتب أغاني ألبوم مهرة الجديد حسن والقاسة أول رائد فضاء مصري. إيه مالك خدت تبليمة كده في الكلوز؟ خايفة أكون بالشكل ده بورطه. وإيه يعني؟ أنا عايزك تورطيه أكتر، هو ده المطلوب. ممكن رد فعله يكون وحش. يا ريت تبقى الماما دعيالك. يعني إيه؟ مفيش شهرة من غير فضايح، يعني لازم تبقى فيه برومة جامدة يعني حكايات ونوادر بينك وبينه،
وكل ما زادت المصايب والفضايح كل ما ضمننا توزيع الألبوم أسرع، وبالشكل ده تبقى غيرت فكرة الجمهور عني. تفتكر يا أستاذ شوقي هبقى محترمة ومش رخيصة؟ بالعكس، ده انت هتبقي مليون محترمة. كفاية ان اسمك هيبقى مرتبط بحسن قلقاسة، هيقول عنك ايه يعني؟ اغلى مطربة في الشرق، ده لو ما كانش في العالم كله. ايه المطلوب مني؟ انك تفضل على اتصال بينا بشكل مستمر ومن غير ما اي حد يحس. مش بتقولوا هتراقبوني؟ وانت لازم تساعدنا، وخصوصا الاجتماع اللي هيحصل بينك وبين مندوب وكالة ناسا. طب وليه بقى المراقبة وليه هبلغكم؟ هي الحكاية كبيرة قوي بالشكل ده ولا ايه؟ ضرب الرموز بقى موضة، والظاهر ان الحرب اللي جاية انهم يضربوا لك كل الرموز بتاعتك، وبالتالي يخلوك تفقد الثقة في رموزك وتفقد القدوة. وانت يا حسن المفروض انك هتبقى رمز وقدوة، عشان كده مسؤوليتنا اننا نحافظ عليك. طب والفعل المنطقي بقى للواقع الحتمي ده بيقول ان نعمل ايه بالظبط؟ وبكرة جاي وانا جاي معاه، وكلامي ده حقيقة علمية، مليون بيجي يوم تاني وراه، وده حال الكرة الأرضية. وبكرة جاي وانا جاي معاه، وكلامي ده حقيقة علمية، مليون بيجي يوم تاني وراه، وده حال الكرة الأرضية. همد ايدي لفوق في العالي وجايز اشب كمان شوية، هوصل للكوكب اللي في خيالي وحسبت لكوا يجي كام نظرية. شارك بالتمثيل محمد عبد الحليم، محمد جبريل، عادل خلف، جلال الهجرسي، صفوت صبحي. التسجيل والمونتاج استوديوهات رايت ماركتينج. هندسة صوتية محمد عبد العظيم. مدير إنتاج يوسف الشربيني. إشراف فني رشا البنا. إنتاج رايت ماركتينج. قلقاسة في وكالة ناسا. تأليف محمود البزاوي. إخراج عبد المقصود محمد. وبكرة جاي وانا جاي معاه، وكلامي ده حقيقة علمية، مليون بيجي يوم تاني وراه، وده حال الكرة الأرضية.